بورك الافران بعجينه هشه وقطنيه. حقيقي مش هتندمي انك عملتيه. اعمليه بكميه وشيليه للفطار او العشاء، هينفع جدا وهيريحك من الفطار. بس نصيحه، اعمليه بكميات عشان مش هيقعد. معايا نص كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات، ومعايا رشه من الملح وكيس من النيدو او معلقتين كبار من اللبن البودر وربع كوبايه من الزيت. بس كده. انا هبتدي اقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، احاول ادخل الدقيق في الزيت، وبعد كده هجيب معلقه من الخميره او كيس خميره زي ما انت شايفه ومعلقتين كبار من السكر، وهدوب الخليط ده كله بميه دافيه. يستحسن تعملي الخميره كده في كوبايه بره عشان تجربيها، عشان ما تخسريش كل المقادير. لو الخميره طلعت مش شغاله فمش تخسري حاجه لما تحطيها على كوبايه ميه. انا الخميره بتاعتي اهي فارت، هحط عليها معلقه صغيره من الصلصه، مش هتحسي بيها خالص في العجينه، بس هي بتدي لون حلو للعجينه. هبتدي انزل بالميه بتاعتي دي بالخميره واحده واحده عشان اشوف الدقيق بتاعي هيحتاج قد ايه. انا نزلت بالكوبايه كلها دي، كانت حوالي 300 مللي، وهبتدي اعجن برضو واشوف انا محتاجه ميه ولا لا. انا عايزه عجينه في ايديا طريه وملزقه حاجه بسيطه قوي. انا بس كده الميه دي اللي انا احتاجتها، هبتدي الم فيها، واهم حاجه اعجنيها كويس، اديها حقها في العجن، هيطلع معاكي العجينه حلوه وقطنيه كده وهشه. اختمرت اهي، سبتها تختمر. هبتدي بقى اخد منها كرات صغيره في حجم الليمونه الكبيره. ما تكبريش قوي في قطعه العجين عشان تبقى حلوه وما تبقاش كلها عجينه وتبقى خفيفه في ايديكي. وهغطي بقى بعد ما كورت الكور دي كلها عشان الوش العجينه ما ينشفش. دي جبنه خزين او جبنه اسطنبولي او جبنه ناشفه. يا ريت ما تحطيش فيها جبنه اللي هي بتاعه العلب عشان هتسيح، مش هتلاقيها بعد الخبز. وانا هبتدي اقرصها واعملها زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. انا هعملها لكم باكتر من طريقه، اللي تحب تعملها بايديكي بالمردنه، هي العجينه حلوه وبالطواج والنتيجه حقيقي تحفه. اعملي منها كميه وتقدري تشيليها بعد الخبز في الفريزر في اكياس وتطلعيها وتسيبيها على رخام او تحطيها في مايكرويف لمده دقيقه، هتلاقيها فكت ومفيش اجمل من كده. احلى فطار. وبعدين الجبنه الحادقه دي بتديها طعم حلو. بصوا اهي بمنتهى السهوله. تقدري بقى تضاعفي الكميه وتعملي كميه اكبر زي ما انت عايزه. بس كده. بصوا بقى، انا هعمل واحده كده على ايدي من غير ولا مردنه ولا اي حاجه، زي القطايف كده، وهلمها وبس كده. في اسهل من كده؟ سيبها بقى تختمر حوالي نص ساعه، بس غطيها اهم حاجه بفوطه عشان وشها ما ينشفش. اختمرت عندي بقى، هجيب شويه صغيرين من اللبن كده وهدهن بيها الوش. اظن اقتصاديه جدا، ما فيهاش اغلى من، بس هي اللي استخدمناه كيس لبن بودر وكوبايه شويه من الزيت. وحقيقي بتنفع في الفطار، وانا رشيتها بقى بحبه البركه. تقدري تحطي سمسم فوق الوش، تقدري ما تحطيش خالص، اللي انت تحبيه. هدخلها على فرن بقى متسخن على درجه حراره 200. هتاخد منك حوالي ربع ساعه قبل ما تحمر. طلعت اهي، هسيبها بقى تهدى. هديها بخه ميه كده واروح مغطياها بفوطه عشان تفضل طريه لحد ما تهدى. وعلى فكره النص دي كيلو دي بيرمي كميه بوريك حلوه معاكي. بصي بقى، تعمليه كده مع كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن، واحلى فطار او عشاء. يا ريت لو استفدتي من الفيديو تعملي لايك وشير وفولو. باي باي.